في مباراة غاب فيها الحلول عن نجوم النادي الأهلي، فغابت الأهداف، فغابت المتعة، ففقدنا نقطتين في صراع كبير في الدوري العام بعد طبعا فوز بيراميدز على نادي الإسماعيلي بنتيجة 2-1. نادي الأهلي رسميا في المركز الثاني لغاية دلوقتي، ولكن المشكلة تكمن في إيه؟ تكمن في مجموعة من اللاعبين استهتار ومفيش تفاهم. طبعا كل ده بسبب كولر اللي عمال يعمل روتيشن ويجيب لعيبه للاسف غايبه بقالها فتره، فبالتالي انت ما عندكش الحلول في ماتش غاب فيه الحلول فغابت المتعه. كل ده بسبب اللي احنا ما عندناش مهاجم سوبر زي ما احنا قلنا، والمشكله دائما في مجلس اداره النادي الاهلي اللي بقاله 3 سنين مش موفر لنا راس حربه، خصوصا طبعا احنا عندنا مطوشه وعندنا بطولات كبيره جدا جدا منها كاس العالم للانديه اللي مش عارفين لغايه دلوقتي احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه وليد حلمي الاهلاوي، فضلا وليس امرا. اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني، فعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. كولر ابتدى ان هو يخرف كرويا يا جماعه، تشكيل غريب نازل بيه النهارده. طبعا احنا عارفين برضو في غيابات في النادي الاهلي، ولكن لعيبه النادي الاهلي النهارده مش في مستواها. علي معلول اللي غايب بقاله بتاع 6 لقاءات نزل النهارده ما عملش اي حاجه، وكانه هو بيتعلم كره قدم من جديد. راس حربة النادي الاهلي للاسف، راس حربة النادي الاهلي صلاح محسن غير مقنع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. نادي الاهلي يا جماعه لازم يبقى فيه راجل يقدر يصنع الفارق. طبعا النهارده شفنا ان كهربا مش موجود، اذا مفيش اهداف في النادي الاهلي. يعني كهربا يعتبر راس حربة النادي الاهلي، في عدم تواجده مفيش اي انياب للنادي الاهلي. شفنا النهارده امام عاشور حاول، شفنا حسين الشحات برضو ان هو مش في مستواه، ولكن قدر برضو ان هو يعني يعمل اللي عليه. ولكن في مشكله فعلا في النادي الاهلي مع توليفه اللعيبه اللي موجوده ديت. في مشكله يا جماعه، المشكله ان كولر ابتدى ان هو يخرف كرويا. بقالك ماتشين مش عارف تكسب، ما عرفتش تكسب في افريقيا، راح منك بطوله السوبر الافريقي. طبعا كل دي او كل دوت مشاكل بالنسبه للنادي الاهلي والمدير الفني اللي هو خلاص ما بقاش مركز مع النادي الاهلي. شفنا محمد عبد المنعم طبعا وطلباته المبالغ فيها للنادي الاهلي عشان يجدد للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بتلويش دراعه يا كابتن، وادينا شفنا وعندنا امثله كتير جدا. حاول ان انت تفوق وترجع تاني لعقلك عشان النادي الاهلي محتاجك وانت محتاج النادي الاهلي. ماتش النهارده يا جماعه ماتش عليه علامه استفهام كبيره جدا. ماتش النهارده نادي الاهلي كانه هو لم يحضر بنجومه اللي احنا واخدين عليها، كأن النادي الاهلي فرقه عاديه جدا جدا جدا. وشفنا اللقاء بيقول كده، مفيش الا امام عاشور يا جماعه عندنا. فين لعيبه النادي الاهلي؟ قفشه على قد ما حاول، بس هو قفشه لاعب ارتكاز وتقيل شويه، فما بيقدرش يعمل كرات غير متوقعه للمدافعين، فبالتالي يحصل اهداف غير متوقعه. لازم تقابل الخصم بتاعك بافكار ما يكونش هو دارسها او دارسها كويس للاعيبه النادي الاهلي. فبالتالي خسرنا نقطتين واصبحنا في المركز الثاني حاليا بعد بيراميدز، فعلامات استفهام كبيره وخطر كبير للنادي الاهلي، خصوصا ان احنا عندنا كاس العالم للانديه يا جماعه. كاس العالم للانديه كل مره كنا بنروح بس كان الفرقه واقفه على رجليها، دلوقتي الفرقه مهلهله. لازم تثبت التشكيله يا كابتن، لازم تغييراتك تبقى في حدود 2 لعيبه او 3 لعيبه. كنت الاول بتعمل روتيشن من كتر البطولات، احنا دلوقتي بنلعب في الدوري وبنلعب في افريقيا وبطوله شرفيه كاس العالم للانديه، مش اكتر من كده، مفيش اي ارهاق. لازم تثبت الفريق لان الجماهير ما بقاش عندها ثقه في لعيبه النادي الاهلي، وخصوصا طبعا صلاح محسن زي ما احنا قلنا ده لا يصلح ان هو يلعب للنادي الاهلي. كذلك اللاعب موديست لا يصلح او لا يصلح ان هو يبقى مهاجم النادي الاهلي. عايزين 3 مهاجمين يا جماعه على الاقل زي ما احنا قلنا، واحد اتصاب التاني يلعب، واحد مجهد التالت يلعب. فبالتالي الاخطاء دي كلها كارثيه. هل مجلس اداره النادي الاهلي وبخله، احنا عارفين ان في بخل
انت بتيجي تقول ايه؟ ان كهربا بيجيب اهداف، خلاص مش عايزين مهاجم. امام عاشور بيجيب، مش عايزين مهاجم. علي معلول بيجيب، مش عايزين مهاجم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير، لازم تصرف، لان هي صناعه كره القدم، والنادي الاهلي هو العملاق بالنسبه للدوري المصري وافريقيا وبرضه كاس العالم للانديه. فبالتالي علامات استفهام كبيره زي ما احنا قلنا. بدا اللقاء وكأن في تفوق من احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه على كولر، وابتدى ضغط من اول اللقاء، وشفنا هجمتين، وشفنا برضو تألق نسبي لحسام حسن لاعب النادي الاهلي السابق. وابتدى النادي الاهلي بعد 10 دقائق يخش في اللقاء، وابتدى ان هو يمسك كوره، ولاحت لامام عاشور كوره او كورتين طبعا فوق العارضه، مش اكتر من كده. مفيش امتاع، مفيش كوره فرص حقيقيه يا جماعه بديناها النهارده. فبالتالي لازم يبقى في وقفه. هل سيد عبد الحفيظ عمل فارق بالنسبه للنادي الاهلي؟ اقول لك كان الناس كلها كلاعيبه بتخاف من المدير من سيد عبد الحفيظ. اما دلوقتي للاسف بيبو، ما تزعلوش مني يا جماعه، لا يصلح. زائد ان هو مش كاريزما، زائد ان هو يعني في المركز دوت او في البوزيشن ده لازم واحد يبقى قوي، وفي نفس الوقت اللعيبه تكون بتحبه، وكل ده متمثل طبعا في مين؟ في سيد عبد الحفيظ. فبرضه ده خطأ من اخطاء الاداره في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي طبعا زعلانه النهارده، وانا واحد منهم، لان انت الوقت بتفقد نقاط. ده تاني ماتش اللي احنا نتعادله، مش واخدين على كده. طبعا في تحديات كبيره في الدوري، احنا عارفين فرقه بيراميدز وحكايه فرقه بيراميدز مع النادي الاهلي، زي دلوقتي فرقه اشد منها في الدوري اللي هي فرقه زد. ففي مشاكل كبيره قوي هتقابل النادي الاهلي لو النادي الاهلي ما فاقش، واللعيبه عرفت يعني ايه النادي الاهلي، ويعني ايه اللي انت تكسب وماتش ورا ماتش عشان نقدر اللي احنا ناخد الدوري كمان وكمان. لان احنا متعودين ان الدوري ده بناخده 7 مرات ل 10 مرات، وبعد كده الفرق المنافسه بتاخده مره او مرتين بالكتير. فبالتالي الشوط الثاني النهارده برضو بدايه للنادي الاهلي ضاغط، بس كل ده في نص الملعب، مفيش انياب حقيقيه، مفيش حلول، مفيش اللاعب اللي يصنع لك الفارق. طبعا احنا عارفين ان في غيابات كتير قوي للنادي الاهلي، منها طبعا كهربا واليو ديانج وبيرستاو. الناس دي بتعمل شغل كبير جدا في النادي الاهلي، وبتصنع الفارق ان النادي الاهلي يقدر ياخد ال3 نقاط. طبعا شفنا ترقيصة الشناوي لحسام حسن وقع قلوبنا. شناوي بيقدم كورة كويسة جدا بقاله 4-5 ماتشات، لكن طبعا الغفوات البسيطة دي ما تنفعش. بهمس في أذن محمد عبد المنعم فوق شوية، النادي الأهلي محتاجك، وأنت محتاج النادي الأهلي اللي صنع إنجازات ليك، وأنت صنعت إنجازات للنادي الأهلي كلنا عارفين، ولكن سيظل النادي الأهلي هو رقم 1 بالنسبة لنا، مش اللاعب. فبالتالي لما الاهلي بيكسب احنا بنفرح، ما بنقولش مين اللي كسب النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي منظومه متكامله تمام زي الترس كده، ما ينفعش ان اي خلل بسيط يحصل بين اللعيبه او محمد عبد المنعم يسببه لمجلس اداره النادي الاهلي. ماتش ما فيهوش تحليلات كتير جدا بالنسبه للاداء، بالنسبه للهجمات، بالنسبه حتى التغييرات اللي عملها كولر في دقيقه حاجه و60 داخله في 70. فطبعا ما ينفعش، انت عندك مشكله باينه في الملعب مقلوب تمام. حتى طبعا علي ماهر زي ما احنا قلنا ان هو بقاله فتره غايب وما اصنعش فارق ولا حاجه، بالعكس انت لو ما لعبتوش مش هتخسر كتير. ولكن طبعا في خلل زي ما احنا قلنا. الخلل ده دور المدير الفني ان هو يشوف الخلل فين، مش احنا، مع ان احنا عارفين الخلل فين تمام. احنا عندنا 80 مليون مدير فني يقدر ان هو يشتغل في النادي الاهلي ويفهم اللعيبه اللي انت بتلعب للنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. فبالتالي النهارده ما كانش في حماس بين اللعيبه، وكأن اللعيبه مشلوله فعليا. طبعا شفنا الهاني سليمان وحاول ان هو يضيع وقت كعادته، لكن الحكم النهارده برضه كان واقف له. وطبعا ما فيش اخطاء تحكيميه بصراحه ربنا غير شك في ضربه جزاء، وهي مش ضربه جزاء. فبالتالي النادي الاهلي فعلا خسر نقطتين بنفسه ولنفسه، وفشل كولر ان هو
يحرز الثلاث نقاط لاسعاد الجماهير، واللي انت تبقى راكب الدوري، لان الدوري برضو لسه في اوله يا جماعه. صحيح احنا احسن هجوم في الدوري، لكن احسن هجوم في وجود الثلاثه اللي انا قلت عليهم، كهربا وبريستاو واليو ديانج. فللاسف احنا محتاجين كتير جدا جدا، ونادي الاهلي لسه قدامه شويه بحيث ان هو يقنع لعيبه النادي، يقنع جمهور النادي الاهلي بالاداء الجميل قبل الثلاث نقاط. فبالتالي فشل كولر فشل ذريع، وابتدت الاقاويل عليه تكتر في الايام ديت، لان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، مدير فني النادي الاهلي، فبالتالي لازم انت تبقى متفوق في كل شيء. مش لاقي طبعا يعني تحليل كبير قوي للاداء النهارده غير الفشل اللي احنا قلنا عليه. فبالتالي احنا لسه في الدوري، لسه نقدر نعمل، لسه نقدر اللي احنا نستعيد القمه تاني، وداخلين على بطوله كاس العالم للانديه يا جماعه. اول ماتش ده تحدي كبير جدا بين النادي الاهلي وفرقه الاتحاد السعودي، اتحاد جده السعودي. طبعا احنا عارفين لعبونا قبل كده من سنين في كاس العالم وكسبوا الماتش تقريبا 1-0، فبالتالي لسه عالق في الاذهان الماتش ده. فاذا لما يكون عندك ديربي عربي الحاجات دي بتفضل موجوده في الاذهان. احنا عندنا اللي احنا نكسب الماتش الاولاني تمام، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. بس للاسف الجمهور حاليا غير سعيد بالاداء، وما عندوش ثقه في اللعيبه ان هي تقدر تقدم زي ما كنا بنقدم قبل كده. هنشوف ايه اللي هيحصل، وهل في تدخل من الاداره او مجلس اداره النادي الاهلي. احنا داخلين على الميركاتو الشتوي في يناير، بالتالي بنتمنى بقى ان احنا نجيب لاعب محدش يعرفه اول حاجه. تاني حاجه يكون من دهاليز افريقيا، نقدر نجيب لاعب صغير في السن يكون هجام يصنع الفارق، ويبدا النادي الاهلي يعتمد عليه اعتماد كلي، غير بقى العك الكروي اللي احنا شفناه النهارده ده. بقول لجماهير النادي الاهلي ما تزعلوش، القادم احسن للنادي الاهلي اللي دايما بيسعدنا، لان النادي الاهلي لما بيكسب احنا بنبقى مبسوطين وحياتنا كلها بتتظبط. بنخسر او بنتعادل تحس ان في حاجه كده هنا في القلب، حتى لو انت رايح شغلك بتبقى متضايق. فبالتالي معلش ان شاء الله القادم احسن. مش هطول عليكم اكتر من كده، خصوصا طبعا ان في لقاء بكره نادي الزمالك مع فيوتشر، ماتش قمه برضو زي ما بيقولوا. هنشوف نادي الزمالك هيقدر يستمر في الفوز وحصد الثلاث نقاط ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. فده اللي احنا هنشوفه بكره. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. وما تنساش صفحتي على الفيسبوك البيج النادي ليه برضو النادي الاهلي باسم قناه وليد حلمي الاهلاوي. اتمنى دعمكم، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.